السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد من قناة أطيب الأكلات. هنعمل معاكم النهاردة إن شاء الله الكنافة البورمة، بس بطريقة سهلة جدا وفكرة جديدة محدش عملها قبل كده إن شاء الله، وهتعجبكم بإذن الله. وهنشوف هنحشيها ايه معانا. أنا جايبة اشتريت نص كيلو كنافة وحطيتها في الفريزر، وطلعتها من الفريزر وكسرتها بالشكل ده ناعم خالص، بنعمها بالشكل ده، وحطيت عليها 3 معالق كبار سمنه واحمرها على النار. طبعا هقلب فيها على طول باستمرار عشان ما تتحرقش مننا لغايه ما يبقى لونها ذهبي، واحمرها وارجع لكم تاني لانها بتاخد وقت في التحمير عشان ما نطولش الفيديو. حمرنا الكنافه معانا بالشكل ده ونقلبها على طول باستمرار عشان ما تتحرقش معانا وتبقى مره. وطبعا نخلي بالنا لان الصينيه بتبقى سخنه جدا عشان ما تحرقش ايدينا، ونسيبها لغايه ما تبرد. عملت لها الشربات بتاعها. الشربات عباره عن 2 كوباية سكر كرملتهم على البوتاجاز. انا عاملاها بطعم الكراميل عشان كمان تدينا الكنافه لون الكنافه اللي هي بتتباع بره، اللون الغامق الذهبي الغامق، وبتدي طعم كراميل جميل جدا. 2 كوباية سكر كرملتهم ونزلت عليهم ب3 معالق ميه لغايه ما بيدينا القوام التقيل ده زي ما احنا شايفين كده. هبدا اوزع عليها الشربات. بتحط كميه الشربات اللي انت عايزاها، مش هحط طبعا كل الكميه دي عشان ما تبقاش مسكره معانا. كده كفايه. هقلب ولو احتاجنا تاني هنحط. هقلبها. هنحط كميه كمان عشان ما تبقاش مسكره قوي، اما اللي حاببها ان هي تبقى مسكره يحط الكميه اللي هو حاببها، لكن احنا ما بنحبهاش مسكره قوي. قلبنا الشربات مع الكنافه. شفتوا لونها جميله ازاي؟ الكراميل اللي خلاها لونها جميل وطعمها جميل جدا. طبعا معانا المكسرات اللي هتحشيها بيها، سوداني، جوز هند، بندق، لوز، عين جمل، اي مكسرات عندك هتحشيها بيها. انا طبعا جبت القالب دي، هتسهل علينا جدا. بدل ما الفها في ورق فويل وبلاستيك والفها، ده هتسهل علينا جدا وهنشوف هنعملها ازاي. جبت القالب ده ودهنته دهنه بسيطه جدا من الزيت مش سمنه، لان الزيت هحط بعد ما نعملها هنحطها في التلاجة عشان تجمد وهقلبها. لو حطيت سمنه هتجمد في التلاجة مش هعرف اقلبها، فعشان كده دهنتها دهنه زيت بسيطه جدا. وهبدا اوزع فيها الكنافه بالشكل ده. طريقه سهله وسريعه وجميله وهتديكي نفس النتيجه ان شاء الله، بل بالعكس هتكون اجمل. وفي الجناب بتاعت القالب حطينا الحشو بالشكل ده. هبدا اضغط عليه عشان يبقى يجمد معانا عشان ما تفكش مننا ما نحطها في التلاجة. حطيتهم في القوالب زي ما انا قلت، وطبعا ده حطينا محشي فيه سوداني من جوه، وفي التلاجة لمدة 3 ساعات او 4 ساعات، ونشوف شكلها النهائي هيكون ايه. السوداني واحنا بنحطه جواها لازم بنحط عليه 2 معلقة شربات تقيل من الشربات اللي حطيناه على الكنافة عشان ما يطلعش مننا واحنا بنقطعها. وده الشكل النهائي للكنافة بعد ما جمدت معانا في التلاجة. هنبدأ نقطعها، تتقطع معانا بكل سهولة معانا اهي. يبقى احنا كده ولا عملنا ورق فويل ولا بلاستيك ولا اي حاجة. طريقة سهلة وجميلة وهتطلع برضك محشية وحلوة قوي، او ممكن نقدمها كده بالشكل ده. شفتوا شكلها وجمالها والحشو جوه باين وجميل ازاي. ونطلعها بالرصها في الطبق. طلع قطعة كمان اوريها لكم عشان اوريكم الحشو اللي فيها اهي. ونقدمها بالطريقة اللي تعجبنا.
ويا رب الفيديو يكون عجبكم وكنافة البورمة عجبتكم على طريقتي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.